بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم في فيديو جديد هنتكلم عن بعض الأمور اللي هيعملها يورجن كلوب المدرب الألماني اللي مربوط بأنه ممكن يدرب ريال مدريد في الموسم المقبل حسب تقارير صحفية أسبانية. لكن قبل ما ندخل في التفاصيل ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة عشان نستمر في دعم في نشر المزيد إن شاء الله. وطبعا صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صحيفة أو شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية قالت مساء الجمعة إن المدرب الألماني السابق لليفربول يورجن كلوب بيوافق على بيع رودريجو وكامافينجا في حال توقيعه للريال. المدرب الألماني عنده رؤية واضحة للي هيعمله لو فعلا تولى تدريب الريال، وقد يتخلص من بعض اللاعبين اللي بيعتبروا في الوقت الحالي من الركائز الأساسية للفريق. طبعًا كلوب عايز يتولّى زمام الإدارة الرياضية في ريال مدريد، ويُقال إنه اقترح بالفعل رحيل كل من البرازيلي رودريجو جويس والفرنسي إدواردو كامافينجا، في الوقت اللي الريال لسه بيواصل فيه العمل على بناء قايمة الفريق للموسم المقبل، وبيدرك ضرورة التحرُّك لتدعيم الصفوف بقلب دفاع واحد على أقل تقدير، ولاعب وسط بملف صانع ألعاب صريح. بالإضافة لكده فلورنتينو بيريز مش ناسي احتمالية حدوث تغييرات جديدة في دكة البُدلة اللي بيتواجد عليها طبعًا حاليًا ألفارو أربيلوا، المدرب اللي طبعًا قد يكون معاه فرصة لحد نهاية الموسم فقط، ولكن مشروع رياضي طويل الأمد يخلّي النادي يعني يفكّر في أسماء أخرى من ضمنها أو من أبرز المرشحين يورجن كلوب، اللي بيحظى بإعجاب بيريز بشدة. وفي حال وصوله زي ما قالت ديفنسا هتكون في ثورة كبيرة هتحصل في النادي، وهيضحي بلاعبين أساسيين زي رودريجو وكامافينجا. طبعًا في تقارير صحفية تركية قالت برضه إن كلوب في لو وصل لريال مدريد ده هيعني رحيل عدة لاعبين شاركوا بانتظام في السنوات الأخيرة، لكن أدائهم بات بعيد جدًا عن التوقعات. وده حال يعني زي قطع الشطرنج كده لمّا بنحرّك حاجة وكلام من ده. طبعًا رودريجو وكامافينجا بريقهم انطفأ بالتدريج بين الإصابات والتراجع في المستوى، مردود ضعيف في الوقت الحالي حتى مع المدرب السابق تشابي ألونسو. رودريجو طبعًا عنده اهتمام من أندية عديدة في الدوري الإنجليزي، وكان ممكن يرحل في الصيف اللي فات، ولكن ما وصلش أي عرض يرضي طموحات ريال مدريد من الناحية المالية. أما كامافينجا فبدأ النادي يدرس إمكانية رحيله مقابل مبلغ مالي معقول. وطبعًا رودريجو كان على أجندة عدة أندية إنجليزية كبرى قبل أقل من عام، كان مانشستر سيتي، أرسنال، ليفربول، توتنهام كلّهم عايزين يضموا اللاعب، وبرضه كان في اهتمام من طرف بايرن ميونخ الألماني، ولكن ما فيش أي عروض رسمية قوية وصلت، واستمر اللاعب. ووفقًا للتقارير التركية فإن ليفربول ومانشستر يونايتد عندهم رغبة في الصيف المقبل إن هم يتعاقدوا مع اللاعب، رغم إن هو عايز يستمر في ريال مدريد، وقد ينتهي بيه المطاف طبعًا بالرحيل في يونيو بسبب نقص الدقائق. هو طبعًا شارك في 26 مباراة في الموسم ده بإجمالي حوالي 1071 دقيقة، وسجل 3 أهداف وصنع 6 للفريق. رأيكم إيه اللي هيحصل في ريال مدريد لو كلوب جه؟ هل فعلًا هيضحي ببعض النجوم؟ مستني آرائكم في التعليقات، وطبعًا المايك معاكم والتعليقات مفتوحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.